الاستثمار في تدبيرها، خاصة ميناء الناظور غرب المتوسط وميناء الداخل الأطلسي. أي مشاريع ذات صلة يتفق الطرفان لاحقا على جدواها. ثانيا، استكشاف فرص الاستثمار في قطاعات الماء والطاقة والأمن الغذائي عبر استكشاف إمكانيات الشراكة مع المكتب الشريف للفوسفات الداخل وطرفايا. خامسا، بحث التعاون الإنمائي وإمكانيات إنجاز مشاريع السوسيو اقتصادية. فرص المساهمة في إعادة إعمار وتهيئة المناطق المتضررة من زلزال الحوز. استكشاف إنجاز وتمويل مشاريع في مجال إنشاء المؤسسات التعليمية والجامعية والصحية. دراسة إنجاز وتمويل مشاريع في مجال الاتصالات والاقتصاد الرقمي العام والخاص. سادسا، استطلاع إمكانيات التعاون في مجال الصناعة والفلاحة والصناعات الغذائية وتشجيع مساهمة هذه القطاعات في الرقي بالعلاقات الاقتصادية والتجارية. سابعا، دراسة فرص وإمكانيات التعاون في المجال المالي وأسواق الرساميل. ثامنا، بحث التعاون واستكشاف الآفاق في الشراكة بين الصناديق السيادية والاستثمارية لكلا البلدين. تاسعا، دراسة إمكانيات التعاون في مجال الشراكة الاقتصادية وتطوير البنيات التحتية والطاقية مع